الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فببركة اسمك الله الفتاح افتح لي خزائنك التي لا تنفذ أبدا، فاشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا فهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلي الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا. طلاب الصف الثالث الاعدادي الترم الاول. النهارده هنشرح الدرس الاول لغه انجليزيه. هالو كلاس. في الفيديو ده ان شاء الله بالمرادفات وبعدين الافعال الشاذه وبعدين حروف عند اضافتها قبل او بعد الكلمه او قبل وبعد كلمه مع بعض بتغير معناها. ورائي يلا نبدا بسم الله. خلي بالكم الافعال او الاسماء الكلمات النهارده ان شاء الله هتقسم الى اسماء والى افعال محتله اي دي. اسماء هحط لها ان والافعال هحط لها في والصفات adjective يعني اي دي جي. تمام يا ولاد؟ يلا قولوا ورايا بسم الله نبدأ على بركة الله. طبعا الفوكابلري انجلش طبعا تايب Arabic meaning مكتوب بالانجليزية والعربية. sociable اجتماعي ودود دي صفة adjective. research طبعا ده verb معناها بحث وماضيها بنضيف ed. relatives دي اسم أقارب أو أهل. generations طبعا دي noun وهي كلمة أجيال المفرد بتاعها generation جيل. طب get together يعني لقاء أو اجتماع ده noun ده اسم طبعا. neighborhood حي أو منطقة سكنية. courtyard اللي هو ده اسم طبعا فناء داخلي. يبقى neighborhood ده حاجة منطقة سكنية ناون. تمام؟ يارد اللي هو الفناء الداخلي برضه ده ناون ده اسم يعني. دار ستيب ده طبعا ناون برضه اسم عتبة الباب أو درجة الباب. attitude ده موقف أو سلوك برضه ده ناون. تمام؟ اللي هو الإيه طبعا ناون يعني اسم. connection ده ناون برضه اللي هو اتصال أو صلة. connection ده اتصال أو صلة ده ناون. يلا relationship اللي هي العلاقة دي ناون برضه. gather طبعا ده verb في الماضي بتاعه بنحط ed. تمام؟ neighbors اللي هو الجيران ده نون. discover طبعا يكتشف ده verb بنحط له في الماضي ed لانه مش من الافعال الشاذه. كل اللي احنا قلناه من الافعال دي اللي احنا لسه قايلينها مش افعال شاذه بنحط لها ed عادي عشان تبقى فعل ماضي. تمام. يلا community اللي هو طبعا مجتمع ده نون برضو يعني اسم. traditional يعني تقليدي ده طبعا صفه حاجه تقليديه. adjective صفات. great grandfather او grand با اللي هو والد الجد اللي هو الجد الاكبر ده نون طبعا ده اسم. building مبنى ده نون يعني اسم. great grandmother او grand mom او grand ما اللي هي والدة الجدة او الجدة الكبرى. twin اللي هو التوأم طبعا ده نون ده اسم. ceiling اللي هو السقف ده نون برضو. balcony اللي هي المفرد شرفة البلكونة يعني. balconies اللي هي الشرفات اللي هي الجمع طبعا ده نون يعني اسم. cheerful اللي هو مرح وبشوش ده صفة adjective. floor اللي هو الطابق او الدور طبعا ده اسم. positive دي صفة. يلا ندخل على الجزء الثاني معاني الكلمات بس بالإنجليزية. تمام؟ يعني sociable describe someone who likes to meet and spend time with other people. يعني إيه؟ يعني اجتماعي ودود بيوصف شخص ما بأنه بيحب يقابل ويقضي وقت مع ناس آخرين. يبقى sociable describe someone who likes to meet and spend time with other people. طيب الكلمة اللي بعدها community people who live in the same area or people who share the same interests. تمام؟ يعني ناس عايشة في نفس المساحة أو ناس بتشارك بعضها نفس الاهتمامات. الكلمة اللي بعدها generations يعني people of about the same age in a family or society. يعني إيه؟ أجيال ناس ليها نفس العمر في العيلة أو في المجتمع. relatives a member of your family يعني أهل أو أقارب أعضاء طبعا في العيلة بتاعتك. side of the family the group of relatives connected either to your mother or your father. يعني جانب من العيلة مجموعة لها علاقات متواصلة بمامتك أو بباباك. get together a friendly informal meeting or party. طبعا get together يعني لقاء واجتماع يتقابلوا مع بعض طبعا بود في مقابلة أو اجتماع أو حفلة. تمام. طيب close relatives family يعني أقارب مقربين جدا. members such as your parents, children, brothers and sisters. يعني أقارب مقربين يعني أعضاء في العيلة زي الوالدين زي الأطفال زي الإخوة زي الأخوات. family هو a group مجموعة تتكون من شخص أو اتنين من الوالدين وكمان الأطفال. طيب great grandfather أو great grandpa the fathers of your grandparents يعني الوالد الجد اللي هو الجد الكبير والد جدك يعني. طيب اللي بعدها great aunt يعني the sisters of your great grandparents يعني عمة الجد أو الجدة. تمام. neighborhood the area around you or the area you live in حي أو منطقة أنت بتعيش داخله خلاص وحواليك. تمام كده خلصنا. بعد كده هننزل طبعا فيديو بيتكلم عن الحروف الجارة وعن القواعد بإذن